السلام عليكم. ان شاء الله هنعمل في نص رمضان، وكل سنه وحضراتكم طيبين. مش هيكلفنا غير 9 جنيه بحاجه موجوده في اي بيت مصري. كديكور كده تحطيه على ترابيزه او ممكن تعلقيه بيبقى جامد. يلا نشوف هنعمله ازاي. انا معايا هنا كرتونه يستحب ان انت تجيبيها تقيله شويه او تكون ناشفه، يعني ما تبقاش خفيفه عشان لو علقتي الفانوس ما يتقطعش من بعضه. وعامه احنا هنمسكه كويس جدا باللزق وبالجلاد اللي احنا هنحطه حوالين الفانوس. جبت كده الكرتونه وفتحتها ورسمت فانوس عشوائي، ما يعني قسته بالمسطره بس عشوائي، ما شفتش كام سنتي من هنا وكام سنتي من هنا. وبعد كده هتاخدي تطبعيه كده على الكرتونة وتعملي منه 4 نسخ زيه بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده 4 نسخ. بعد كده ايه الخطوة اللي معانا بعد كده؟ هتاخدي ال4 نسخ دول وتحطيهم كده جنب بعض وتلزقيهم باللزق، اي نوع لزق عندك، سواء اللزق اللي هو بتاع الكهرباء ده اللي بيستعملوه الكهربائيين دول، اللي هو الاسمر اللي انا هستعمله، او لزق ابيض، اي نوع لزق عندك. مسدس الشمع صراحة ما كانش احلى حاجة او احسن حاجة، لاني ما لزقش الكراتين ببعض. فاللزق هو اسلم طريقة، وكمان كده كده احنا هنجمد عليه بالجلاد اللي احنا هنحطه بعد ما نخلص. عملته بالمنظر ده كده. هو انت هتحطيهم جنب بعض وتلزقيهم وبعد كده هتجمعيهم، يعني هي الفكرة سهلة وبسيطة. شكله حلو جدا. وكمان عملت له ايد. مش عايزه تعمله ايد او عندك حاجه بلاستيكيه منظرها حلو، ممكن تحطيه من فوق كده يبقى يدي منظر حلو برضو. يعني ليكي مطلق الحريه تعملي يعني اي ديكور انت عايزاه في الفانوس. بعد كده معايا الجلاد ده، انا استعملت متر. جبت المتر ب9 جنيه ولزقته كده حوالين الفانوس، وشوفوا المنظر او النتيجة اللي احنا وصلنا لها. بجد شكله حلو جدا وعجبني جدا. وحاجة كده لو عندك اطفال ويساعدوك وانت بتعمليه، بتبقى كده حاجات يعني روحانية كده وذكريات حلوة عند الاطفال. ودي النتيجة النهائية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وفكرة كده بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وحضراتكم طيبين.